مرحبا بكم في نشرتنا الرياضية لهذا اليوم، والتي نبدأها من إسبانيا، حيث يواصل نادي برشلونة تحركاته في سوق الانتقالات الصيفية. وهذه المرة صوب النجم الإنجليزي ماركوس راشفورد. فقد كشفت صحيفة ماركا الإسبانية أن برشلونة بات قريبا من حسم صفقة راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد بصيغة الإعارة لموسم واحد فقط، مع خيار الشراء في نهاية الموسم مقابل 35 مليون يورو. الصفقة في مراحلها الأخيرة، ومن المتوقع أن يخضع اللاعب للفحوصات الطبية في غضون أيام قليلة، على أن يعلن النادي الكتالوني عن الصفقة بشكل رسمي فور انتهاء الإجراءات. ومن الملاعب الإسبانية إلى الملاعب السعودية، حيث جدد نادي الهلال ثقته بالحارس المغربي ياسين بونو عقب الأداء الكبير الذي قدمه في كأس العالم للأندية عام 2025، والذي ساهم خلاله في حماية شباك الزعيم ببسالة. وبحسب ما أوردته صحيفة الميدان، فإن إدارة الهلال توصلت إلى اتفاق مع بونو لتجديد عقده حتى شهر يونيو من عام 2028، حيث سيمتد لعامين إضافيين إلى جانب الموسم المتبقي في عقده الحالي، مع تحسينات كبيرة في بنود العقد الجديد. يذكر أن بونو قاد الهلال للتتويج ب4 بطولات خلال الموسم الماضي، من بينها كأس الملك، دوري روشن للمحترفين، وكأس السوبر السعودي مرتين، ليصبح أحد الأعمدة الأساسية للفريق الأزرق. أما الحدث الأبرز خارج الملعب فجاء هذه المرة من فرنسا، حيث وجد النجم كيليان مبابي نفسه في قلب قضية قضائية معقدة. النيابة العامة في باريس فتحت تحقيقاً قضائياً بعد تقرير صادر عن جهاز الاستخبارات المالية تراكفين يشير إلى أن مبابي قد يكون أصدر شيكات مشبوهة ل5 من عناصر الشرطة الفرنسية وأفراد أمن خاصين مقابل خدمات خاصة خارج الإطار الرسمي. التحقيق يطال أيضاً ضباطاً كباراً في جهاز الأمن المركزي الفرنسي، والحديث يدور عن مبالغ تراوحت بين 180 و300 ألف يورو، يزعم أنها دفعت لمرافقة مبابي في رحلات خاصة إلى الكاميرون وبروفانس. صحيفة لوكاناريون شيني أشارت إلى أن قائد الأمن المتورط في القضية سيواجه جلسة تأديبية خلال الخريف المقبل، وقد يطلب منه إعادة المبالغ التي تلقاها بشكل غير قانوني. من جهته نفى فريق مبابي كل الاتهامات، مؤكداً أن كل التعاملات تمت وفق القوانين، وأن مبابي اعتاد منذ ظهوره الأول مع المنتخب الفرنسي التبرع بمكافآته، بما في ذلك مكافآت مونديال قطر 2022. كما أكد البيان أن قائد الشرطة المرافق له لم يتقاضى أي أجر. قضية معقدة وتداعياتها قد تمتد إلى ما هو أبعد من الملاعب، في انتظار ما ستكشفه التحقيقات الرسمية خلال الأسابيع القادمة. قد يوقظ نادي برشلونة نجم ريال مدريد من المعاناة التي يعيشها حالياً مع المدرب تشابي ألونسو، والتي تسببت في ربط اسمه بالرحيل عن النادي هذا الصيف. تقارير صحفية برازيلية كشفت عن رغبة برشلونة في استغلال وضعية رودريغو جويس داخل النادي الملكي للتعاقد معه خلال الميركاتو الصيفي الجاري. بحسب شبكة UOL البرازيلية، فإن برشلونة يبدي اهتماماً بضم اللاعب، لكن لم تبدأ أي مفاوضات رسمية حتى الآن، إلا أن النادي الكتالوني مستعد للدخول في الصفقة إذا قرر رودريغو مغادرة ريال مدريد. الإدارة المدريدية بدورها تركت القرار النهائي للاعب، وأبدت عدم ممانعتها لخروجه، شرط ألا تقل قيمة الصفقة عن 100 مليون يورو. تشابي ألونسو كان قد استبعد رودريغو من مباريات كأس العالم للأندية الأخيرة، مبرراً ذلك بأسباب فنية، ما يعزز الشكوك حول خروجه من حسابات الجهاز الفني في المرحلة المقبلة. ورغم اهتمام برشلونة، فإن الأزمة المالية التي تعاني منها إدارة لابورتا قد تجعل من الصعب
تنفيذ صفقة بهذه التكلفة الكبيرة. وهناك من يعتقد أن الحديث عن اهتمام برشلونة قد يكون مجرد وسيلة لتحريك السوق حول اللاعب، خصوصاً مع اهتمام أندية إنجليزية مثل أرسنال وليفربول. في سياق آخر، تستهدف الإدارة الرياضية في نادي الاتحاد السعودي تمديد عقد الفرنسي كريم بنزيما مهاجم وقائد الفريق قبل دخوله الفترة الحرة في شهر يناير المقبل. عقد بنزيما ينتهي في صيف عام 2026، وكان قد انضم للاتحاد في صيف عام 2023 قادما من ريال مدريد. إدارة الاتحاد الحالية تنتظر تعيين إدارة جديدة لحسم هذا الملف الذي يعتبر من أولويات النادي خلال الفترة المقبلة. الصحافة السعودية أوضحت أن بنزيما لا يمانع في الاستمرار مع الفريق، وهو ما يسهل مهمة التجديد في ظل سعي النادي للحفاظ على الاستقرار داخل الفريق، خصوصاً بعد قيادة اللاعب للفوز بدوري روشن وكأس الملك في الموسم الماضي. الفريق يواصل حالياً استعداداته للموسم الجديد بمعسكر تدريبي في جيرونا الإسبانية تحت قيادة المدرب لوران بلان، على أن يخوض أولى مبارياته الودية أمام فنربخشة التركي مساء يوم الأربعاء المقبل. من جهة أخرى، تعادل مانشستر يونايتد مع ليدز يونايتد في مباراة ودية استعداداً للموسم الجديد، رغم تفوق يونايتد في عدد التسديدات التي بلغت 17 تسديدة، بينها 4 بين العارضة والقائمين مقابل 4 فقط للليدز، إلا أن النتيجة بقيت سلبية حتى صافرة النهاية. ليدز سيطر على الكرة بنسبة 51% مقابل 49% ليونايتد، بينما انتهت المباراة بدون أهداف رغم محاولات كلا الفريقين في الشوط الثاني لكسر التعادل، لتنتهي المواجهة بنتيجة 0-0 في اختبار تحضيري متوسط الأداء لكتيبة المدرب روبن أموريم. وهكذا، وبين تحركات سوق الانتقالات وملفات تجديد العقود والمباريات الودية، يبقى المشهد الرياضي العالمي مشوقاً ومفتوحاً على كل الاحتمالات، في انتظار ما ستسفر عنه الأيام القادمة. وبهذا نكون قد استعرضنا معكم أبرز المستجدات الرياضية على الساحة العالمية، من تحركات الأندية في سوق الانتقالات إلى كواليس النجوم وأسرار الملاعب، مروراً بالقضايا المثيرة التي تلاحق بعض الأسماء البارزة. ترقبوا المزيد من التحديثات في نشراتنا القادمة، وابقوا دائماً على اطلاع بكل جديد في عالم الرياضة. إلى اللقاء.